عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا تقول إيش تعمل للبشر ولا شيء. اللهم أني أبدأ يومي بهذا. هذا عصير كرافس، نسميه احنا راس غليص لأنه بعض الأحيان يصعب الحصول عليه، بس لا أكثر ولا أقل. هذه العصارة اللي أنا أستخدمها هذا اسمها، لأنه أسئلة كثيرة توصلني وش اسم العصارة. هذه حصلتها عند ساكو، في نوع كوري، في نوع صيني، هذه ب1000 وشوي، وفي نوع صيني أتوقع بحوالي 400 أو كذا. ترى ما يفرقوا عن بعض في الإنتاجية، ممكن الجودة تفرق ما أعرف. عصير الكرافس إذا عصرت معه القسم هذا وش يصير؟ يصير مر. إذا عصرت القسم هذا يصير أقل مرارة. أفضل شيء تسوي عصير الكرافس بدون شيء، يعني لوحده. لو تبي تحط شيء ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة، يعني شيء أحسن من لا شيء. إنك تبدأ بعصير كرافس أحسن من ما إنك تتركه كله. حتى لو تبي تحط مثلا اللي تحط تفاحة ما عندك مشكلة. هنا لو تبي تحط شيء ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة، يعني شيء أحسن من لا شيء. إنك تبدأ بعصير كرافس أحسن من ما إنك تتركه كله. حتى لو تبي تحط مثلا ليمون أو تبي تحط تفاحة ما عندك مشكلة. هنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقطع الكرافس ونحط قبل ما نشغل الآلة. حط لك قطعتين وبعدين شغل الآلة. لا تشغل الآلة قبل لا تحط الكرافس، واضح؟ هنا بسم الله. وإذا أنت بتشوف قوي عليك أو صار عندك تخمة بعد ما تاخذ عصير الكرافس، قلله. ممكن تزود الموية، ما عندك مشكلة، زيد الموية مع العصير نفسه. هذا هو العصير الأخضر، طبعا شارب منه شوي، لكن وش العلاقة أو كيف يحسن هذا من البشرة؟ اللي لازم تعرف أنه لازم يكون عندك سكر دم منضبط، بمعنى آخر ما يرتفع أو ينزل. مو يعني أنه عندك مرض سكري أو ما عندك مرض سكري، لا، تمام. هذا العصير هل هو قلوي أم حمضي؟ هل يساعد على ارتفاع قلوية الدم أو يزيد من حموضة الدم؟ يزيد من ارتفاع قلوية الدم، يعني يجعل سكر الدم منخفض بشكل أكبر أو يضعه بالرينج الطبيعي، بالمعدل الطبيعي عندك، فيمنع حالة اسمها حالة جلايكيشن، ارتباط سكر الدم مع البروتين في الوعاء الدموي، اللي تتسبب في حالة التصبغات. يعني تبي تفتك من أشياء كثيرة بإذن الله تعالى مع شرب عصير راس غليص الصباح بدري، أو عصير الكرافس هذا الصباح بدري بإذن الله تعالى. حاول أنك ما تشرب قبله شيء ولا تشرب بعده شيء بمدة 30 دقيقة تقريبا. يبي يفيدك بإذن الله تعالى، يبي يفيدك بشكل كبير.